أنا محمد. كنت دايما بقول حاضر لأي حد يطلب مني حاجة، حتى لو كنت تعبان أو حتى لو الوقت مش مناسب. كنت بخاف أزعل الناس، بخاف يقولوا عني إني اتغيرت أو بقيت أناني، وساعات كنت بقولها إحراج، مش عايز أكسف اللي قدامي. كل مرة كنت بقول حاضر كنت بحس إني بخسر جزء صغير من راحتي، من وقتي، ومن تفكيري. لحد ما في يوم لقيت نفسي مش قادر، جسمي مرهق، مخي مش شايف قدامه. كل الناس بتطلب وتاخد، وأنا عمري ما طلبت خدمة ولا راحة. كنت عايش في دايرة اسمها ارضي الكل وخليك خدوم، بس محدش فيهم حس بيا. ساعتها سألت نفسي سؤال: هو أنا بخاف أقول لأ ولا بخاف أخسر رضا الناس؟ لما فكرت شوية اكتشفت إن الخسارة الحقيقية هي إن طول الوقت بسكت وباجي على نفسي. في يوم صحيت قررت النهاردة هقول أول لأ ليا، وأخيرا قلتها. كنت مرعوب، قلبي بيدق، بس اتعلمت أقولها إزاي. يا إما أعترض على التوقيت بتاع الطلب لو مش مناسب ليا، مش هقدر أعمل ده النهاردة مثلا، أو أعترض على الشيء نفسه، للأسف الموضوع ده مش مناسب ليا، أو أنا مش حابب أعمل كذا، أو أعترض على اختياري بأدب، زي أنا مش أحسن حد يعمل الموضوع ده. لقيت القصة سهلة، أنا اللي كنت شايفها كبيرة. الناس بتزعل لما تعترض عليهم، مش على الخدمات اللي بيطلبوها. بدأت أركز في أسلوب اعتراضي، ومن ساعتها عرفت إن كلمة لأ مش رفض، ده احترام لنفسي، لوقتي، لطاقتي. وعرفت إن لأ مش بتخسر بيها الناس، أنت بتكسب بيها نفسك. والناس بتقدر الشخص الصريح، واللي بيحبك بحق مش هيزعل من كلمة لأ.